مساء الخير واهلا بيكم في الميوزك هاب اللي بنتكلم فيه عن المزيكا وبالاخص الميوزك حاليا في الوقت الحالي، سواء كانت في الشرق الاوسط او يمكن في المستقبل نتكلم عن حاجات بره الشرق الاوسط. وانا بفكر بفكره ان انا اتكلم عن بعض الاشخاص بعينهم ورحلتهم في المزيكا ورحلتهم في الميوزك والهيب هوب وفي الراب. رايي الشخصي في الوقت الحالي مصر بتمر بمرحله بالنسبه للمزيكا والهيب هوب مش قد كده. السين السوداني بقى من الجهه الثانيه حاليا بينهض وبيطلع لمستوى عالي جدا. نفس السنة دي اللي هي 2017، وصححوا لي لو أنا غلطان، نزل تراك غير مجريات السين السوداني كله. ولو نتكلم عن الدريل في السودان أظن كلنا عارفين مين هو الكينج لما بدأ الدريل في السودان. ده الجزء الثاني بتاع راب السين السوداني. في ناس بتسأل يعني ايه كلمة سين؟ السين هو المشهد بشكل عام، ولكن مش بالأخص يكون في فيلم. الحالة اللي واصل فيها اللي احنا بنبص عليه او المزيكا بشكل عام، وايه اللي حاصل في المزيكا، عشان كده بنسميها السين. الفيديو الجزء الاول اتكلمنا عن الراب والسين السوداني والمراحل اللي عدى بيها، واللي عجبني جدا ان انا شفت ردود افعال كتيره وكومنتس كتيره جدا، وده اللي انا بحبه جدا في تفكير الكوميونتي بتاعتي والناس اللي بتتفرج عليا، ان هم ناس واعيه وناس عارفه هي بتسمع ايه، بتتكلم عن ايه. مش بس في السين السوداني، في الميوزك بشكل عام. في ناس كانت مختلفة معايا جدا وفي ناس كانت متفقة معايا، بس المهم في الكومنتس ان انت دايما بتقول رأيك بشكل واضح وصريح، ده اللي بيعجبني. بس واضح ان في ناس ما خدتش بالها قوي في الفيديو الاولاني كنا بنتكلم عن ايه وليه بنركز على الحاجات اللي احنا كنا بنركز عليها، فخليني اقولها بسرعة بشكل عام. الحقبة من 2006 ل 2017 انا ما ركزتش عليها قوي، لان الرابرز والارتستس في الوقت ده ما كانوش واخدين الموضوع بشكل احترافي. الرابرز والهيب هوب ارتستس في الوقت ده كانوا بيجربوا لسه السين وبيشوفوا الموضوع عامل ازاي، وما كانوش واخدين الموضوع بشكل احترافي وجدية، زي ما تقول هواية. وبالعكس في تراكات اتعملت كويسة جدا في الوقت ده زي لا للديكتاتورية، وزي ما انتوا ذكرتوا في الكومنتس ومن غير ما تذكروا لي في الكومنتس، في اسماء كبيره ليجندز معروفين جدا زي علي جي اكس، ابو النيز. بس عموما بشكل عام المرحله دي ما كانتش نقله نوعيه للسين السوداني، عشان كده ما القتش الضوء عليها بشكل كافي. وبعدين دخلنا في 2017 اللي بدات فيها ظهور رابرز جداد وهيب هوب ارتست جداد اللي فعلا بداوا يعملوا فيها تركيز وتاثير في السين. وهنا نبدا نذكر اسماء كبيره زي دافنشي، عصام ساتي، حليم، سولجر وغيرهم كتير من الارتست. زي ما قلت انا مش هعرف اذكر كل الاسماء لان الموضوع والفيديو هيبقى طويل قوي، بس انتوا عرفتوا الفكره بشكل عام. بس طبعا هنتكلم عن الناس دي دلوقتي، فاصبروا عليا شويه. سنة 2022 كانت سنة قوية جدا وسنة مؤثرة جدا في الراب والهيب هوب سين السوداني، وشوية بشوية بدأ يظهر رابرز جداد وكبار، وأهمهم كان حليم تاج السر. حليم تاج السر في الفترة دي نزل تراكات بسرعة جدا في أقل وقت ممكن، زي تراكات فوضى وبعدين بتتجازف. بكرة الجروح بتتلمى، الله بيفرج الغمة، وإن شاء الله بتتجازف من الريف للمدينة، شايلين الهموم وسمانا بتمطر يا وجونا حزينة، وطلع بسرعة الصاروخ لدرجة انه في ناس كتير اعتبروه من اوائل واقوى الرابرز في السودان. ولكن التراك بتاع حليم تاج السر اللي فعلا عمل تأثير قوي في السين هو كان تراك تسجيل دخول. التراك ده كان مولع في السين، مش عشان بس كان قوي، ولكن لانه فتح بيف بينه وبين رابرز تانيين زي سولجر، دوب، وفجأة لقينا السين كله اشتعل وولع نار. وكان بالمناسبة في الوقت ده كمان حصل بيف تاني وحصل شعلة تانية ولعت بسبب تراك برينجي بتاع سولجر. تراك برينجي بتاع سولجر الموضوع كان ليه علاقة باللحن اللي سولجر استخدمه، والمنتج مشاكل بيتس نزله كتراك مجاني لكل الرابرز اللي كانوا عايزين يستخدموه. وفعلا رابرز كتير استخدموه ان هم يعملوا ديس او هجاء لسولجر نفسه. بس من وجهة نظري انا او من الشيء اللي انا شايفه، ممكن يكون صح ممكن يكون غلط بالنسبة لناس كتير جدا،
أهم حاجة حصلت في 2022 في السودان كانت تراك دافنشي كينج الحلبة. التراك ده لحد النهاردة هو الأعلى مشاهدة على تاريخ الراب السين السوداني، ووصل للعالم العربي كله مش بس السودان، وشوفنا مشاهير كتير بيعملوا فيديوهات ورياكشن عليه سواء على تيك توك أو على الانستجرام. التراك ده بالنسبة لي أو من وجهة نظري هو اللي عمل نقلة نوعية للميوزك والراب السين السوداني في الوطن العربي كله. طابق وسخان الضيوف بظهر بلقى الناس مبسوطة، الدين كله أسامي مرموقة، آخر السنة دافنشي بجوطة، فيك الزيت زيتون شغل دبتون أوتوتون، هل أنتم قلقون من ود عمره 20؟ سنة 2023 السنة دي كملت على نفس نهج القوة بتاعة 2022، نزل فيها حليم تاج السر سولو سكواد، وبعديها نزل فانتاستيك. أنا عارف أنت بتفكر في إيه، وعارف كويس أنت هتقول لي إيه. قولهولي في الكومنت واكتب لي رأيك بصراحة في الكومنتس، وانا يهمني جدا اسمع منكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك القناه، احنا لسه بنبني قناه جديده. البيف اللي كان بينه وبين سولجر جذب جماهير كتيره اكتر واوسع من مجرد الناس بتتابع الراب، بالرغم من انه كان بيف بينه وبين تو دوب. اصلا البيف اللي بينه وبين سولجر جذب جمهور كبير اكتر واوسع من مجرد الناس بتتابع الراب، بالرغم من انه هو كان بيف بينه وبين تو دوب. ولكن بالنسبه لي انا ده ما كانش تكافؤ كفاية ان هو يعمل بيف ما بين حليم تاج السر وتو دوب من ناحية الهجاء او الدس. مع كل احترامي لحليم تاج السر وكل الاداء اللي بيعمله والاغاني الحلوة اللي بيعملها، ما تقارنش نفسك كبيف او كديستراك ما بين تو دوب وحليم تاج السر، لان انت ما ينفعش تقارن الفراخ باللحمة لو حد فاهم قصدي. ايه يا اخواني، دي البلد مقلوبة بره، مالكم؟ احنا جايين نهدي النفوس، بعدين يعني انتوا برضو اهل وحبايب ومهما كان دي ليلة العمر. تو دوب لغويا اقوى من ناس كتير جدا في السين السوداني، بل يمكن في الوطن العربي كله. كليريكست او كشخص بيكتب كلماته، حليم تاج السر ما يقدرش يقف جنب تو دوب بالنسبه للهجاء او كليركس. اظن كلنا عارفين كده او معظمنا. لو انت ما عندكش علم بالموضوع ده، تابع الفيديوهات بتاعتي زي انت شايف هنا فوق، هتشوف بالظبط تو دوب يقدر يعمل ايه في كلماته. ده ما يمنعش ان حليم تاج السر بينزل حاجات ترندي وحاجات قويه وميوزك حلوه، ولكن ان انت تدخل في بيف مع تو دوب لا، مش نفس المستوى كليركس او ككلمات وككتابه اغاني ان انت تحط حليم تاج السر وتو دوب مع بعض او ضد بعض. في الفترة دي قامت الحرب في السودان، وده خلى الانتاج يقل شوية، ولكن بعد كده رجع بقوة. في 2024 عصام ساتي نزل بقوة ونزل نسيم شبال مع علي نصر الدين. عصام من أقدم وأمهر الرابرز السودانيين، ورجع بمشروع مختلف تماما، راب سوداني صرف 100% بالألحان والآلات السودانية. والمشروع ده كسر الدنيا وخلى جمهور كبير جدا من بره الساحة يبتدي يسمع للراب السين لأول مرة. زي ما قلت دي تجارب ودي أمثلة بس بذكرها من أقوى الناس الموجودة. ده مش معناه ان هو باقي الرابرز ما شدوش اهتمامي او ما شفناهمش او ما اعتبرناهمش من الناس الجامده، ولكن ده مجرد رايي الشخصي، ودي مجرد الرموز اللي عملت نقله نوعيه كبيره في الراب السين السوداني. دلوقتي بقى في تجارب مختلفه في الوقت الحالي، والرابرز والمغنيين والهيب هوب ارتست بيجربوا في مجالات تانية او في دروب تانية كمين ستريم، سواء في الR&B زي سولجر ما بيجرب في اغنية دنيا وبيشوف ايه سواء السين هيتحملها هيحبها او لا. وفي تنوع واختلاف وجاذبية ما بين ناس بتحب نوع والناس بتحب نوع تاني، زي ما حليم بدأ يجرب في الR&B مع ظهور اسماء جديدة وشباب جديدة تستحق ان الواحد يشد عليها الانتباه ويسلط عليها الضوء، زي كونان وعزو ومونتياجو وبلاك جاك. بس بلاك جاك طبعا من العيار التقيل. الساحة نفسها في السين السوداني بقت أنشط وأوسع وأكبر من إنك تضمها لجانرا واحدة بس وهي الهيب هوب. وده التطور اللي بيعجبني في السين السوداني بشكل عام، النقلة النوعية والتطور النوعي والتفرع، ان الناس بتروح هنا وبتروح هنا تبدأ تسمع كل الجانرز، وده اللي بيفرق السين السوداني عن معظم السينز التانية. وفي الاخر ده بس مجرد تحليلي البسيط لكل المشهد السين السوداني بشكل عام من غير التركيز او التدقيق، لان لو هندقق او هنحلل كل سين وكل رابر كل ارتست
صدقني الفيديو ده هياخد كام ساعه. اللي يهمني ان انتوا تقولوا لي رايكم في الكومنتس تحت، واللي يهمني اعرف مين اكتر رابر شد اهتمامكم في انهي سنه وانهي حقبه. وما تنسوش تشتركوا على القناه وتفعلوا الجرس. اشوفكم الفيديو الجاي.